الثالث والرابع. في المجمل هي مشاركة تاريخية، إنجاز للعرب أن يتنافس منتخبان على المركز الثالث، ولكن الخسارة المصرية القاسية بسداسية لربما أفسدت شيء من فرحة جمهور الكرة المصري، لأنه كان في توقعات أن المغرب كعبها أعلى شيئا ما، صحيح، لكن ليس أن تكون الطريقة. النتيجة السداسية بالضبط. يعني الفكرة أنه هذه الخسارة جاءت في وقتها بكل صراحة، بهذا الشكل جاءت في وقتها للمنتخب المصري بالذات، لأنه إذا نظرنا للحملة المصرية كاملة في الأولمبياد هي عبارة عن كوارث. يعني لا يوجد، يعني النجاحات لا تذكر، وهناك سوء تنظيم كبير جدا بكيفية ذهاب الحملة. فكرة القدم هي المتنفس الأكبر وهي المشاهدة الأكبر لهذا الشيء، فكان متوقع أن تكون مشاركة خجولة. المدرب ميكالي قدم منتخب محترم بما لديه، لكن هذا لا يلغي أن هناك مشاكل كبيرة جدا وأمور يجب حلها في الاتحاد المصري. فلو انتهت المباراة بنتيجة معقولة للمنتخب المصري، يعني ضد المنتخب المغربي، لاستمر الاتحاد المصري على ما هو عليه ولن يحل أي شيء. لكن هذه خسارة أوضحت أن هناك كوارث في الاتحاد المصري بشكل عام. اتحاد كرة القدم المصري على المستوى الأول وعلى المستوى الأولمبي يعاني بشكل كبير من عديد في هذه المشاكل. النقطة هناك من يقول بأنه يعني مشاكل الاتحاد بس بينت بها 90 دقيقة، ما هو نفسه المنتخب المصري اللي فاز على إسبانيا ووصل لنصف النهائي. نعم صحيح، مباراة إسبانيا كانت استثناء، لأن المنتخب الإسباني كان يلعب على يعني ضامن الصدارة ولا يلعب لأي شيء، فقط للتجربة، وراح عديد اللاعبين الأساسيين. لكن كأداء كان هناك نوعا ما ارتفاع بالأداء من المباراة الأولى حتى ما قبل مباراة المغرب. تأثر المنتخب المصري بالمجهود البدني الكبير ضد فرنسا، نعم تأثر، بعض الغيابات أثرت، لكن لا تظهر بهذا الشكل أمام المنتخب المغربي. وظهرت الفوارق بين الاتحادين، بين الاتحاد المصري والاتحاد المغربي. يعني الفوارق يعني الخسارة إدارية ولا فنية ولا العاملين؟ الخسارة ليست فنية بكل صراحة، هذا المستوى الطبيعي. المباراة ستنتهي بها، يعني المباراة لو انتهت 4-0 نفس الشيء. يعني طب غيابات اللاعبين الكبار أثرت على مصر؟ أثرت نوعا ما، لكن لا يمكن أن تلوم فقط غيابات. يجب أن تلوم كل الحملة الخاصة في كرة القدم، كيف تمت إدارتها. لاعبين تم استدعائهم لم يأتوا، الاتحاد يعني الاتحاد ما مان على اللاعبين يشركوا بالمنتخب الأولمبي. فهناك حتى اللجنة الانضباطية الموجودة في المنتخب المصري الأولمبي وأيضا المنتخب الأول لا تعمل بشكل صحيح بكل صراحة. يعني منظومة كرة القدم المصرية بحاجة إلى وقفة بعد هذه حقيقة يعني كالشمس، منذ تقريبا 5 سنوات 6 سنوات والأمور واضحة، على عكس المنتخب المغربي تماما. فريق منتخب رابع للعالم، منتخب الأول، والآن برونزية لأول مرة بتاريخ العرب. هذا يوضح كيفية العمل الفني الصحيح، الإداري الصحيح للاتحاد المغربي، وأيضا الفني. وإذا ما قارنا بكل صراحة الجودة، أنت تتحدث اليوم اللي سجل الأهداف زلزولي، حكيمي، رحيمي، هؤلاء واحد هداف كأس آسيا، الآخر من نجوم أوروبا، من نجوم دوري أبطال أوروبا دائما حكيمي، وأيضا زلزولي لاعب يعني يلعب لبرشلونة، يلعب ريال بيتيس. قارنته بالموجود في المنتخب المصري لا يوجد أدنى مقارنة. يعني طبعا على المستوى الصعيد التدريبي سكتيوي جميل. بدي احكي لك نقطة مهمة جدا. بعد مباراة، قبل المباراة، المؤتمر الصحفي للسكتيوي قال يجب أن نستخدم الإحباط الذي شعرنا به بفشلنا بوصول النهائي في هذه المباراة. تخيل أنه هو يعتبره هذا فشل. هذا بوضح لك، لانه مباراه نصف النهائي كانت قريبه جدا من المغرب. عند مصر كان في احتفالات بالوصول لتحقيق البرونزيه، والمغرب يعتبره ذلك فشل. هذه تعكس مدى سقف الطموح والنظره والتخطيط والعمل، لانه انا اعطيتك كاتحاد، اعطيتك كل شيء، يجب ان تنجح. فهذا حتى يعني هم ينجحوا لانه لاول مره، لو في منتخب عربي حقق هذه البرونزيه لم يعتبروه نجاح بكل صراحه، لأنهم الفضية والذهبية كان بالنسبة لهم هو مستوى النجاح الأعلى للمنتخب. لكن فنيا استطاع إنجاح هذا المنتخب بشكل مميز، استخدام العناصر الشابة مع العناصر أصحاب الخبرة بشكل رائع جدا، وقدم مباريات ممتازة. لا يوجد مباراة غير جيدة كانت المنتخب المغربي، إلا طريقة التعامل كانت للأسف مباراته الأخيرة يعني فنيا نوعا ما كان يحتاج بعض التوفيق فقط. لكن
هنيئا للمنتخب المغربي هذا الشيء، انك انت الان معك منتخب يخدمك ل6 سنوات قادمه لمونديال وكاس افريقيا اخر. استمرارية النجاح الكرة المغربية بين المونديال الماضي قطر لكي يبني عليه أكثر فأكثر. نعم صحيح. طيب أذهب إلى كابتن خالد سعد. أنت كمدرب كابتن خالد، ما الذي جرى؟ لماذا هذا الزلزال المصري؟ هل هي فقط أفضلية مغربية لا نبخس المنتخب المغربي حقه، أم أنه المنتخب المصري حصل عنده كبوة، حصل عنده شيء غير متوقع، أم هو مثلا تفوق مغربي مع كبوة مصرية تزامن العاملين معا؟ دائما انت يعني سؤالك هو بيكون نصف الاجابه معا. خلينا نحكي اول شيء في البدايه، احنا كنا فخورين انه بوصول منتخب عربي للمركز الثالث، وكنا نطمح بالافضل من المنتخبين العربيين، المنتخب المصري والمنتخب المغربي. نبارك للمنتخب المغربي حصوله على المركز الثالث، ومش هذا الطموح للاتحاد المغربي او للمنظومه التي تدار في الاتحاد المغربي. فريق بيعمل من 15 سنه، بيعمل بمنهجيه وبيعمل باستمراريه وبيعمل يعني بمشروع رياضي كلنا شفناه يعني نتائجه سواء بالمنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. هذا مشروع ونتاج منظومه كامله. عن المنتخب المصري بصراحه انتكاسه كبيره جدا، وهذه النتيجه الاخيره تعكس حجم التخبطات والضغوطات التي تمارس من الاتحاد المصري على المدرب واللاعبين. يعني وصول اللاعبين لمركز ثالث ورابع للمنافسه على مركز ثالث بصراحه هو انجاز. ذكرت انا في السابق انه انجاز للاعبين وللمدرب بشكل عام. في البدايه للمدرب ميكايل يتحمل المسؤوليه. معا اذا بدنا نيجي نحكي على ارض الواقع تهالك في المنظومه في الاتحاد المصري، المشاكل كبيره وكبيره جدا. انت اليوم الدوري المصري قائم ويلعب وفي مشاركه اولمبياد، يعني اللاعبين معظمهم ما شفناهم في الدوري، يعني ما شفنا هؤلاء اللاعبين يلعبوا اساسيين في انديتهم. اذا اختيار المدرب لهؤلاء اللاعبين يعني بصعوبه كانت، مش مدرب مصري مش مدرب محلي اللي اختار هؤلاء اللاعبين، يعني بصعوبه. انت اللاعب لما تيجي تختاره لمنتخب اولمبي معا على الاقل بيكون لاعب له 20 مباراه في الموسم، لاعب اولمبي ولسه ما فيهم لاعبين اساسيين، هاي اكبر مشكله. عدا عن ذلك خلينا نحكي عن اللاعبين اللي تم استقطابهم كلاعبين ركائز اساسيه ولاعبين خبره. الخبره هو زيزو اللي تم استقطابه. زيزو لو الزمالك متواجد حاليا في منافسه الدوري والله ما بياخذوا لا الاتحاد المصري ولا بياخذوا المدرب. النني لو كان عنده نادي، النني احنا بنعرف انه خلص عقده مع نادي الارسنال، لو النني في نادي صعب جدا انت تاخذه. اذا اللاعبين الخبرات اللي اخذتهم انت حتى فرضوا عليك، وشعرنا انه النني هو من افضل اللاعبين. يعني انت لاعب اثبت نفسك بعمر 32 او 33، الكل حكى لك انه النني قادم، والنني فعلا هو كابتن فريق وقائد فريق بلاعب كبير جدا. لكن هاي كلها منظومه من المنظومه، هاي المشاكل. بصراحه النتيجه مستحقه للمنتخب المغربي وللاتحاد المغربي بالعمل الدؤوب، بالعمل المنظومه الواحده. مشاكل الاتحاد المصري اثرت على المنتخب، يعني فعلا كما ذكر اخي محمد حلمي، يعني لو كانت النتيجه منطقيه الخساره 1-0 او 2-1، مين بده يتاكد انه في مشاكل في الاتحاد المصري؟ صعب جدا انت تقنع اي شخص مسؤول في الاتحاد المصري انه الفريق بيحكي لك الفريق الاولمبي وعاملين شكل حلو وعاملين واصلين لمركز ثالث ورابع انه خسرنا يعني بظروف او بخساره يعني منطقيه مع المنتخب المغربي. معا هاي المباراه وهاي الخساره تحديدا بينت الفوارق، بينت كيف العمل يمشي بشكل إداري. واستحق المنتخب المغربي المركز الثالث، وكنا نطمح بالأول أو الوصيف، لكن قدر الله وما شاء فعل. مبارك للمنتخب المغربي، هارد لك وحظ أوفر للاتحاد المصري اللي إحنا بننتقد معا لحبنا للكرة المصرية مش لشيء آخر. إحنا دائما فخورين في المنتخب المصري في كل مشاركاته، سواء بالاتحاد بالمنتخب المصري أو بالأندية المصرية عن طريق الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك. أكيد لا شك في ذلك. يعني كانت انتقاد محب رصة في القلب هذه الخسارة. نعم انتقاد محب فعلا. نعم كابتن، إليك طلحة لنركز على صاحب المركز الثالث، الإنجاز العربي. قبل المغرب الليلة كان العرب يتفاخرون بالإنجاز العراقي ب2004 مع كابتن عدنان حمد والجيل اللي وصل للمركز الرابع آنذاك، لكن البرونزية استعصت عليهم. اليوم المغرب فتح بالتاريخ سجلات جديدة للعرب، ودون في صفحة التاريخ العربي على مستوى كرة القدم في الأولمبياد ميدالية برونزية لمدرب وطني مغربي طارق سكتاوي مع جيل رائع من اللاعبين المغاربة، ولربما خانهم الحظ وخذلهم في مباراة نصف النهائي، كادوا أن يفعلونها ويصلوا إلى المباراة النهائية. نبدأ من حيث انتهيت معا. مدرب محلي، مدرب مغربي، صاحب الإنجاز في كأس العالم والحصول على المركز الرابع، مدرب مغربي. الفئات العمرية يدربها مدربين مغاربة.
وقبل فترة تكلمنا حتى منتخبنا الوطني منتخب النجامة، الإنجاز اللي حققناه وهو أفضل إنجاز في تاريخ الكرة العربية، كان مدرب المنتخب هو مدرب منتخبنا الوطني هو مدرب مغربي. فلا تتكلم عن التطور الذي لطالما أشدنا فيه، وإحنا وصفنا المرحلة اللي بمر فيها المنتخب المغربي هي مرحلة بالذكاء. الآن نتكلم عن هذا الإنجاز، هو إنجاز تاريخي. المدرب سكتي والعناصر الشابة الرائعة جدا مع هذه الأسماء، حتى اختيار التشكيل، اختيار القائمة كان اختيار ذكي، الدمج بين العناصر الشباب وعناصر الخبرة وحتى عناصر الشباب. أي عنصر شاب أنا راح أجيب حتى أحقق الإنجاز. لا يكفينا شرف المشاركة من خلال الأسماء تعرف يعني تماما أن هذا المنتخب والكرة المغربية الآن بتمر من دون محسوبيات، من دون واسطات، من دون هذا هو سبب التطور بصراحة. اليوم لما احنا نتكلم معا فريق شارك في الأولمبيات، لعب 6 مباريات، سجل 14 هدف، استقبل 5 أهداف، هداف البطولة منه. واحنا بقرارة انفسنا، ومثل ما قال مدرب المغرب يتحسر على عدم الوصول الى المباراة النهائية. ايش بدنا احلى من هيك بصراحة؟ هاي روح. الهدف من هذا كله معا بصراحة الانجاز المغربي للشعب المغربي. 1000 مليون تريليون مبروك للمغرب. ولكن احنا بدنا نتعلم. هذا درس مش احنا للاردن فقط، هذا درس لكل الدول العربية وكل المنتخبات العربية، للكرة العربية بشكل عام. نشوف المغرب شو عملت، نشوف مشروعهم من متى بدأ وكيف بدأ وكيف كان عملية التطور ما بين أكاديميات، ما بين مواهب، تطوير المواهب، البعثات، المحاضرات، تطور عقلية المدرب قبل ما أطور عقلية اللاعب، لأنه المدرب هو اللي بيطور اللاعب. من متى أبدأ شغل على اللاعب؟ بصراحة أنت لما تتعمق بهذا الشيء، تتعمق في الشيء اللي بيحصل في المغرب، مش صدفة. تعرف انه هذا المشروع بدأ تقريبا قبل 15-17 سنة. مشروع يذكرني في الكرة الألمانية، عندما قلنا ان ألمانيا بدأت بدراسة كرة القدم وتدهور كرة القدم عندها من 2000 حتى وصلوا لعام 2014 وفازوا بكأس العالم. إذا هذا المنتخب ننتظر منه شيء في مونديال 2030، ليس فقط المونديال المقبل أيضا، وإنما عندما تستضيف المغرب تقصد أن الاتحاد المغربي يخطط إلى تلك الفترة ما بعد المونديال المقبل. مليون بالمية معا، مليون بالمية. هذه هي دروس وعبر بالنسبة للكرة. اليوم لما احنا نتكلم معا ما بنتكلم عن فئة واحدة، ما بنتكلم عن 11 لاعب فقط. هون الجمالية في المنتخب المغربي انه عندنا فئات عمرية، بيطلع عندك كمان فئات عمرية كل سنة معا، كل سنة بيطلع عندك لاعب مغربي مميز على مستوى الدوريات الأوروبية، إما بيكون هو جنسيته مغربي ولعب مع المنتخب المغربي، أو هو أصله مغربي ولعب مع منتخب آخر. هذا دليل على التطور. وهذا الشيء اللي احنا مثلا المغرب من اين تعلمت هذا كله؟ تعلموا من الشيء اللي عملوه اليابان تقريبا قبل 25 سنة، لما قالوا احنا هدفنا نفوز بكأس العالم 24. اليابان تفوز بكأس العالم، حتى احنا شاهدنا كرة قدم متطورة تلعب باليابان. فبصراحة العقل المدبر في المنتخب المغربي، الاشي اللي انا لازلت اتكلم عن حيثية. كل ما نشاهده في المغرب حاليا احنا بنشوف الوجه فقط، بنشوف اللاعب اللي بيوصل للنجوم.